تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. ردنا النهارده على كذب وتدليس مرتضى منصور، واخر نكته ان حسن شحاته اهلاوي، وتطاول جديد على الخطيب وكريم حسن شحاته وتريكا وجمعه، ورد ناري مننا، رد بنفس اسلوب مرتضى منصور، نفس الاسلوب اللي بالمرتضى بيتكلم بيه هنرد عليه بيه. نبدا ونشوف مرتضى ومكالمته الكارثيه امبارح. طبعا مش هوصيكم قبل ما تسمع الفيديو بتاعنا لازم تعمل لايك للفيديو وتعمل شيرات كتير للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش في القناة. احنا هنبدأ في الفيديو، ويا رب صوتنا يوصل للمسؤولين علشان توقف المهزلة بتاعت كل يوم دي اللي خلاص جماهير النادي هتنفجر. جماهير النادي الاهلي هتنفجر في وش مرتضى وفي وش الدولة. ده مش تهديد ولكن ده رد فعل طبيعي وسط التجاوزات الكتيرة اللي مرتضى بيعملها يوميا. ندخل في الموضوع على طول وندخل في مكالمة مرتضى منصور الكارثية ونسمع قال ايه ونعقب على كل جزئية هو قالها. تفريقي امام الترجي التونسي وبعد العوده من قطر، وزي ما احنا شايفين كانت هناك حتى ملابس شتويه في الشتاء الماضي. اتفضل يا سياده المستشار. انا مش عارف ايه حكايه الملابس الشتويه اللي من دول. يعني الواد مرتضى يقول اي جمله. مرتضى لو كح. المعرصين يضحكوا له. مش قضيتنا، نكمل. الاخ محمد اللي زمايله بلغوه ان انا شتمته، لا اكثر محمد انت ولد وطني محترم اسكندراني جدع زي كل اسكندرانيه، واللي بلغوه كانوا بيكذبوا عليك طبعا. تقريبا انت ما كنتش موجود، ما كنتش بتتفرج، اللي قاعد في ماليزيا اللي بلغ امبارح وكان بعت لنا الرساله الحقوا ده 3 مقاطع وعرفوا يجيبوا الصوت تمام ويتركب وقالوا ركبوها 3 مقاطع وبداوا بالكبيره قوي. انا بس عايز اقول لتميم وموزه وحمد الولاد حمد التاني كان رئيس الوزراء بتاعهم الاهبل ده حمد بن جاسم. تمام. المصريين كلهم مرتضى منصور محدش بيعرف يشتريهم. انت اشتريت وائل جمعه طبعا، ما اخوانجي من زمان وبشبشب زنوبه خضراء انا شايفه بيها. طبعا تشتريه. وائل جمعه تشتريه، وعين اخوانجي زيك وما يقدرش ينزل مصر، ولو نزل مصر هندرب بالشباشب والجزم. اخوانجي 100 خلي بالك 100 وراح زرع الشعر بتاعه ده شتمنا وقال لي لا ادب علينا. شيل بلاش قرف، شيل الاشكال دي والنبي سمعني. شيل القرف ده، شيل. انا قلت لك انا فاكره لما حلمي طولان جابه من المحله بالشبشب زنوبه واخد بالك وقعد يبوس الجزمه عشان يلعب في الزمالك. قلت له مين الواد العبيط ده؟ امشي يلا امشي من هنا يلا تمام. بيقول ادب علينا. لو انت راجل يا واد تعالى، ولو انت راجل تعالى يا اسمه يا زوبع محمد ناصر معتز مطر واخد بالك الواد هشام الثاني الواد محمد سمير اللي لف علم وبعلم. اولا مرتضى يعني اخطا جسيم في وائل جمعه. اولا وائل جمعه ملوش دعوه لا بزوبع ولا باوبع ولا بمحمد ناصر ولا بالواد التاني معتز مطر ولا العيال دي كلها. وائل جمعه متخصص في قناه بي ان سبورت الخاصه بالرياضه وملوش دعوه بالسياسه خالص وما بيتكلمش في السياسه خالص. زيه زي هيثم فاروق اللي قاعد ومقيم هناك، زيه زي احمد الطيب اللي قاعد ومقيم هناك، زيه زي ابو تريكه ما بيتكلمش في السياسه، بيتكلم في الشق الكروي فقط والرياضه فقط. ملناش دعوه بقى ايه بانتمائه السياسي ايه او هو بيأيد مين او ما بيأيدش مين، مش مشكلتنا. احنا بنتكلم في الرياضه وفي الشق الرياضي فقط. بيتكلم بيقول لك وائل جمعه زرع شعره. وائل جمعه من زمان وهو بيحلق شعره بالموس، بس عشان هو غبي ما يعرفش. وائل جمعه بيحلق شعره بالموس، مش كان اقرع مثلا وزرع شعره. لا، ما زرعش شعره، وما فيش زراعه شعر تخلي الشعر دوت بالكثافه دي يا مرتضى. فدي نقطه كده على الهامش. هنكمل ونشوف قال ايه على وائل جمعه وهنعقب على كل جزئيه هو قالها. العنوان المجنون ده بتاع تركيا. فانت بتشتمني انا بتشتمني انا يا حته عيل مفعوص اسمك وائل جمعه، كنت بتتاخد في المنتخب مجامله. ستوب، نقطه واول السطر بيقول لك كنت بتتاخد في المنتخب مجامله. طيب نشوف كده تاريخ وائل جمعه.
وائل جمعة شارك في 322 مباراة بقميص النادي الأهلي، بواقع 191 في الدوري و99 في دوري أبطال أفريقيا، و11 في كأس العالم للأندية، و9 في كأس مصر، و6 سوبر مصري، و5 سوبر أفريقي، وسجل 12 هدف وصنع 4 أهداف. لعب بواقع 27,000 دقيقة 778. لعب مع المنتخب مصر 177 مباراة دولية وسجل هدف. ألقاب اللاعب مع النادي الأهلي: حصد 8 دوري عام، حصد 6 دوري أبطال أفريقيا، حصد 6 سوبر أفريقي، و3 كأس عام كأس مصر، و7 سوبر مصري، وحصد مع المنتخب 3 كؤوس أفريقيا، وحصد مع النادي الأهلي برونزية كأس العالم للأندية، وكمان حصد كأس العالم العسكرية لكرة القدم سنة 2001. كل ده ومرتضى بيقول ان وائل جمعة كان بيتاخد في المنتخب مجاملة. ده وائل جمعة كان صخر الدفاع النادي الاهلي وصخر الدفاع منتخب مصر، وبعد ما مشي من النادي الاهلي ومنتخب مصر، الاهلي كان بيعاني دفاعيا ومنتخب مصر كان بيعاني دفاعيا. مش مشكلتنا ان انت حمار، مش مشكلتنا ان انت غبي، ولكن ان انت بتعبث في التاريخ، بتعبث في حق. يعني مثلا اجي انا اقول مثلا الاهرامات الثلاثه اللي بناهم، اقول ايه طيب، انا مش لاقي مثل اضربه. اللي بنى الاهرامات دول رمسيس الاول ولا رمسيس الثاني ولا امنحتب رع؟ مش كل هرم بناه فرعوني، خوفو وخفرع ومنقرع. اجي انا اقول الاهرامات الثلاثه دول اللي بناهم واحد من الجيل الحديث، بناهم هتلر مثلا، عملهم هتلر بعد الحرب العالمية، قرر ان هو يبني الاهرامات. بعبث في التاريخ، انت بتعبث في تاريخ وارقام لاعب دولي. مفيش لاعب في الزمالك حصله، ومفيش لاعب في الزمالك هيجيب واحد زي وائل جمعة. وائل جمعة صخرة الدفاع، هو عشان اداهم لك في جنابك تبقى تشتم؟ ده انت حتى لما بتيجي تطلع تتكلم على الخطيب بتقول لك ده هو لاعب فز ولاعب مش عارف ايه، بس اداريا ومش اداريا مش هيتعلم مننا ومش عارف ايه، والكلام اللي انت بتقوله ده. اعطي لكل واحد حقه، حتى لو اختلف معاك اختلف معاه، قول ان هو مثلا مع في قطر، انه ارهابي، انه مش عارف ايه، هنقبل منك الكلام ده مع انه مش صحيح. ولكن تقول ان هو كان بيتاخد مجامله في منتخب مصر، يا عم انت مجنون، انت انسان مش طبيعي. ده دليل يعني قاطع على انك ما بتفهمش كوره، رئيس نادي وما بيفهمش كوره. نكمل. ده انت طول عمرك خرم، وانت طول عمرك خرم. شايفين بيقول طول عمرك خرم على وائل جمعة. والعيال المعرصين الاربعه دول، احمد جمالات، والواد جوز الرقاصه صبحي عبد السلام، والواد جوز الرقاصه مصطفى الجويلي، والواد جوز الرقاصه حسين اسمه ايه ده، كريم ابو حسين، بيضحكوا عشان بيقول خرم. مش واحد يقول له لا يا ست المستشار، ده وائل جمعة قيمه كبيره في منتخب مصر، محدش يقدر يوقفه، محدش يقدر يعارضه، محدش يقدر يقول له انت بتعمل ايه. بس ده دليل على ان المعرصين دول ما بيفهموش كوره، والمعرص اللي بيتكلم ما بيفهمش كوره. لا مرتضى بيفهم كوره ولا المعرصين دول بيفهموا كوره. والدليل على كده انه بيقول على وائل جمعة صخرة الدفاع اللي انا قلت لكم ارقامه، بيشكك فيه وبيقول عليه كلام ما يصحش يتقال. نكمل. ومتاخد مجامله. فانا بقول للاخ اللي بيقل ادبه من قطر، للاسف الان قاعده هناك بتقل ادبها، انتوا خونه، انتوا هتدفنوا هناك في قطر وتركيا. انت ايمن يا نور، ما انت واكل علقه مني في سجن المزرعه وعملت ضد بلاغ وغسل لك دراعك لانك خاين، وقلت لاحمد موسى على الهوا، قلت له خاين وهيقبض، قال لا ده الراجل تعبان، قلت له راح يعمل عمليه في صدره راح ينفخ. تمام، زي ما قلت طلع. وعلى فكره ايام النائب العام الاخوانجي، ما اعرفش كان اسمه ايه، ناسي اسمه خلاص، انا مقدم بلاغ بمنعه من السفر وسابوه يسافر خلاص. فانا بس عايز اقول باختصار شديد، العرض بتاعك ده يا ابني مرفوض شكلا وموضوعا. انت بتخاطب واحد مصري شريف. انا من حوالي شبرا ولود الفرج، انا كنت بتشعبط في الاتوبيس والطرماي. العرض ده بقى اللي هو ايه، ان ابو سنيده قال له اتنازل
عن رئاسة الزمالك قال وهديك ايه، وهديك 10 مليون دولار وقابلين للتفاوض، يعني ممكن يوصلوا 15. ومرتضى بيعقب على الجزئية دي. كل ده الفيلم الهندي اللي عامله ده علشان يدخل الانتخابات، يقول لك انا هدخل انتخابات نادي الزمالك. طب ما تدخل، احنا مالنا، وان شاء الله حتى يولعوا فيك ولا تولع فيهم، ملناش دعوة. نكمل. انا شربت ميه مجاري واتحملت. انا اتعلمت تعليم عادي، مدرسة الجزيرة المشتركة، ثم مدرسة الإيمان، ثم مدرسة سيدة حنيفة الإعدادية في شبرا، ثم مدرسة الإيمان في شارع ابن الرشيد. تعليم عادي، بس أبويا رباني على الشبع. الشبع بطن يهبل. الشبع إنك تبقى راضي باللي ربنا اديهولك. وأنا كنت بشعبط في الأتوبيس وراضي، ما بالك دلوقتي وربنا مديني الحمد لله بفضل ربنا كل حاجة. فعرضك ده زي ما أنا قلت في الأول، ولولا إن دي قناة محترمة كنت قلت لك خلاص تتحط فين. اما بقى اللي بيباع ويشترى، عندك وائل جمعه، عندك ابو تريكه الخاين العميل، خاين عميل تاني. ابو تريكه خاين عميل ارهابي، كان بيمول الارهابيين في رابعه. دول عندك اشتريهم. انما واحد زي انا كده متربي في الحواري وشارع شبرا ورود الفرج بالاحياء الشعبيه الجميله بتاع مصر، ده فلاح من بشالوش مركز بن محافظه الدقهليه، ولا مليارات الدنيا تقدر تشتريني. ولا كنت خدت الملايين بتوع عزام وترفعت عنه، ورحت اترفعت عن شعب فلسطين مجانا. طبعا انت ما خدتش 400 مليار من الريان ضربتهم في جيبك، كان هو عايز يحولهم بره وانت ضربتهم في جيبك. ما حصلش ان انت عملت كده، وما حصلش كمان ان انت بتسرق فلوس نادي الزمالك والاشتراكات بتعبي نصها في جيبك، وما حصلش تغيير العملة وفرق العملة وتضرب الباقي في جيبك. كل ده ما حصلش ان الواد كريم حسن شحاتة طلع وقال عليك ان انت جايب لعيالك، في عيالك جايبين عربيات ب 12 مليون جنيه كل عربية وما بتضربش فلوس في جيبك فعلا. نكمل. من غير جنيه. يا ابني مش انا بس اللي زعلني ان مصطفى جويلي رد عني. عايز اقول له مصطفى انت بترد عني ليه؟ يمكن لا ما تردش عني، انا اللي اقول. انا سخنت ما شفت انا اللي رساله. اقول، انا اللي اقلع الجزمه واضربه بيها. انا سخنت لما شفت رساله. مصطفى اسمع بقول له مصطفى الجويلي بيقول له انا سخنت لما شفت رساله، فقال له استنى يا مصطفى اسمعني. اسمعها تاني. العرض بتاعك ده يا ابني مرفوض شكلا وموضوعا. انت بتخاطب واحد مصري شريف. انا من حواري شبرا ورود الفرج. انا كنت بتشعبط في الاتوبيس والطرقات. انا شربت ميه مجاري واتحملت. انا اتعلمت تعليم عادي، مدرسة الجزيرة المشتركة، ثم مدرسة الإيمان، ثم مدرسة سيدة حنيفة الإعدادية في شبرا، ثم مدرسة الإيمان في شارع ابن الرشيد. تعليم عادي، بس أبويا رباني على الشبع. الشبع بطن يهبل. الشبع إنك تبقى راضي باللي ربنا اديهولك. وأنا كنت بشعبط في الأتوبيس وراضي، ما بالك دلوقتي وربنا مديني الحمد لله بفضل ربنا كل حاجة. فعرضك ده زي ما أنا قلت في الأول، ولولا إن دي قناة محترمة كنت قلت لك خلاص تتحط فين. اما بقى اللي بيباع ويشترى، عندك وائل جمعه، عندك ابو تريكه الخاين العميل، خاين عميل تاني. ابو تريكه خاين عميل ارهابي، كان بيمول الارهابيين في رابعه. دول عندك اشتريهم. انما واحد زي انا كده متربي في الحواري وشارع شبرا ورود الفرج بالاحياء الشعبيه الجميله بتاع مصر، ده فلاح من بشالوش مركز بن محافظه الدقهليه، ولا مليارات الدنيا تقدر تشتريني. ولا كنت خدت الملايين بتوع عزام وترفعت عنه، ورحت اترفعت عن شعب فلسطين مجانا من غير جنيه. يا ابني مش انا بس اللي زعلني ان مصطفى جويلي رد عني. كنت عايز اقول له مصطفى انت بترد عني ليه؟ يمكن لا ما تردش عني، انا اللي اقول. انا سخنت ما شفت رساله. انا اللي اقول، انا اللي اقلع الجزمه واضربه بيها. انا سخنت لما شفت رساله. مصطفى اسمع بقول له اسمع بس يا مصطفى اسمع. يقدر حد يقطع مرتضى حتى لو بيدافع عنه؟ ادي مساحه لمرتضى ان هو يدخل وياخد اللقطه، انما انت تتكلم ومرتضى بيتكلم تخرس يا ابن اخرس خالص. نكمل. اسمع يا ابو سنيده، جزمتي اشرف من رئيس بلدك، اشرف من تميم وام موزه. جزمتي اشرف منهم.
وعندنا خونه كتير، عندنا حسن مصطفى بتاع كره اليد، ما هو نايم هناك على طول. اي عيل شغال في قطر في المنظومه الاعلاميه، لان في مصريين شغالين محترمين كتير، اكل عيشهم هناك وقاعدين تمام، ومش طايقين تميم ولا امه، وفي قطريين والله ما طايقين تميم ولا امه. خلاص بيقابلوني هنا في لما بروح اتعشى في مطعم بلكونه، بقابل كتير قطريين. تصور معاك يا استاذ مرتضى، حضرتك مشتغل لي رئيس نيابه، حضرتك مشتغل لي انا ضابط، حضرتك مشتغل انا طيار، طب بتصور معايا ليه؟ يقول لي عاوز صورتك معايا على الصفحه بتاعتي. يا ابني انت ما بتسمعش انا بقول على تميم وامه؟ ما لهمش دعوه تميم وامه، تميم وامه وابوه والعيله الوسخه دي كلها كده مرميه في حته، والشعب القطري في حته تانية. فانا بقول لك يا ابني اللي انت بعته ده لا مؤاخذه، وعشان كده بقول لك تاني لا مؤاخذه واخد بالك، مش عايزين نقفل القناه بلا مؤاخذه مرتين ثلاثه تمام، لكن في الاخر بقول لاعضاء النادي وجماهير الزمالك، عرفتوا بقى رئيسكم غالي ازاي؟ عرفتوا رئيسكم غالي قد ايه؟ وناس تانية بساعة الشيطان لعب في دماغهم. شايفين تلقيح الكلام زي النسوان؟ شايفين الرئيس ناديكم الغالي ازاي؟ غالي ايه يا عم؟ يا عم هو انت بتكذب الكذبه وبتصدقها؟ حد شاف حاجه؟ حد؟ وهو اصلا شخصيه ابو سنيده دي شخصيه وهميه انت بدعتها عشان توهم الراي العام. باي مصيبه تعملها تقول ابو سنيده اللي عمل اي حاجه، ابو سنيده لو الزمالك اتغلب ابو سنيده، او مش عارف ايه ابو سنيده، بس ما بتعملش حاجه غير تشتم وتقول ابو سنيده اللي مفبرك، تتكفي على بطنك وتقول ابو سنيده اللي مفبرك. يا عم ارحمنا. وتقول للساعات انا مش مكسور عيني بساعه. يا حبيبي ده انت مكسور عينك بحاجات كتير، بفرجاني ساسي وبالنقاز وبجروس وبالهدايا اللي خدتها من البتاع ده اهو. ده الواد تركي بعت لك رساله قال لك يا شحات ايش صار في عقلك؟ هل جننت يا شحات؟ نكمل. واتشتموا كل يوم محدش عارف ينطق عشان خد ساعة. ده رئيسكم يا زملكاوية، وده يا مصريين زملكاوية أهلاوية، ده المصري مرتضى منصور تمام، اللي رفض كل الإغراءات كلها. قضية عزام موجودة، قلت لا ولا بمليارات انتوا طلبت مين؟ أسعد ده كان مستشار النيابة لغاية مستشاره لغاية دلوقتي. والفيديو موجود وهما بينضربوا في قاعة المحكمة. انا عايز اتكلم على الفيديو اللي بيقول لك بينضربوا في قاعه المحكمه. قناه الزمالك عرضت الفيديو ده، لا في ضرب ولا في حاجه. لقاء صحفي مع مرتضى. اولا مرتضى ما يقدرش يضرب دبلوماسي، ده مش هيتسجن، ده يتسجن هو واللي خلفوه. يضرب سفير اسرائيلي في محكمه؟ يا لهوي ده اتجنن. ده السفير اي سفير بيبقى معاه حصانه دبلوماسيه. ده بيستهبل، ده بيستعبطكم عشان انتوا مش فاهمين. انا بتكلم على البوابين طبعا، انما الاهلاويه عارفينه انه كذاب ونخاع. نكمل. في الاخر برضه بقول له يا محمود، حضرتك عامل بلاغ ضدي النهارده ليه تاني؟ وفي القناه هو حضرتك احنا تعرضنا لحضرتك بحاجه يا استاذ محمود؟ استاذ محمود هو حضرتك ما عادش عندك يعني عندك وقت فراغ. طب اذا كنت بتعمل كل ده والنشاط متوقف، اما لما يرجع النشاط يا استاذ الفاضل يا وزير الشباب والرياضه هيحصل ايه؟ صح، ده السؤال ده انا قلته اول امبارح لما بعد مكالمته الاولانيه. لما يرجع للنشاط مرتضى هيعمل ايه؟ هيمسك الحكام يسلخهم لو في ضربة جزاء ما اتحسبتش للزمالك، هيمسك الحكام يذبحهم لو في غلطة غير مقصودة لنادي الزمالك، او نادي الزمالك اتطرد منه لاعب او انذر لاعب، هيمسك الحكم يسلخه، ويبقى في كارت ارهاب للحكام عشان يتلوي دراعهم عشان يحكموا المرتضى. فعلا ده انت بتقول لما ترجع الرياضه، مشكلتكم ان انتوا مش عايزين ترجعوا الرياضه، انتوا عايزين تقلبوها لت وعجن نسوان في القناه، مش عايزين الرياضه ترجع، عايزين تقولوا بس مرتضى خد بطولتين سنه 2020 وخلاص، وتقعدوا 10 سنين من غير لعب. ده اللي انتوا عايزينه. نكمل. ده عايز يولع البلد يعني. كمان يا جماعه نشاط متوقف، لا في كوره ولا سله ولا وده يا مصريين زملكاويه اهلاويه، ده المصري مرتضى منصور تمام، اللي رفض كل الاغراءات كلها. قضيه عزام موجوده، قلت لا ولا نشاط متوقف. اما لما يرجع النشاط يا استاذ الفاضل يا وزير الشباب والرياضه هيحصل ايه؟ ده عايز يولع البلد يعني. كمان يا جماعه النشاط متوقف، لا في كوره ولا سله ولا طايره ولا يد ولا منافسات ولا صفقات
وهو مولع الدنيا كل يوم، وحضرتك بعد الفيديو ما طلع مفبرك تاني مفبرك. ما هو ده معناه انك انت عارف انه مفبرك وشريك انه في مفبرك. شايفين؟ بيقول لك انت يا خطيب هتولع البلد والفيديو متفبرك وانت عارف انه متفبرك. يا راجل عيب عليك، ده انت قلت الواد من ماليزيا واتصل بيك الساعة 3 وسجل فيديو الساعة 3، واصلا فرق توقيت بيننا ما بين ماليزيا 6 ساعات، المفروض الفيديو يبقى بالنهار يعني الساعة 9 الصبح واحنا بالليل، ورحت جبت عيل مصور فيديو بالليل وقلت بعتهولك في نفس الدقيقة اللي نزل في الفيديو. انت بتضحك على ناس هبلة وعمال تكشف في اوراق ابو سنيده وبتكشف في رجالته. طب مش خايف ان الرجاله اللي بتبلغك دي وخايفه عليك ابو سنيده يذبحها؟ يعني هم خايفين عليك وانت مش خايف عليهم يا مرتضى؟ يا اخوانا ادونا عقولكم وامشوا حافيين. نكمل. ومصر كلها داخل لغايه دلوقتي 25 مليون على الشريط الاصلي وشافوه وقالوا ايه القرف ده؟ اهلاويه قبل زملكاويه. وحضرتك عايز ايه؟ استاذ محمود حضرتك قول لي عايز ايه؟ يعني عايز تاخد الثانويه العامه من اول وجديد وبعدين تطلع الاول وتخش كليه الحقوق وبعدين تطلع الاول وتشتغل وكيل نيابه وبعدين تشتغل رئيس نيابه وبعدين تشتغل رئيس محكمه وبعدين تالف كتاب في القانون. انت عايز تبقى كده يعني زيي؟ السن فات يا محمود. الكلام ده لو احنا بنتكلم واحنا لسه عيال 24 سنه. محمود انت عندك 65 سنه، هتاخد الثانويه العامه امتى؟ ويا عالم في الكورونا دي هتاخدها ولا مش هتاخدها؟ وهتجيب مجموع ايه؟ وهتخش كليه حقوق ولا مش هتخشها؟ ودخلت حقوق انت ضامن تنجح ال4 سنين زي بتفوق؟ ضامن؟ طب وانت يعني ضامن انك لما تتخرج تطلع بالاوائل الاول مقرر مع محمود الرشيدي تاني اهو مستشار محترم، وتروح تشتغل وكيل نيابه في الاسماعيليه وبعدين في اسكندريه وبعدين في اسيوط، كفر الشيخ، في فيوم، في طهاق، شمال القاهره، جنوب القاهره، وسط غرب القاهره، ثم رئيس محكمه. انت تضمن يعني في عمر يديلك كل ده عشان تبقى زي مرتضى منصور؟ يا استاذ محمود اهمد شويه بجد، اهمد والله العظيم بقيت صعبان عليا. وحضرتك شاكينا تاني النهارده ليه؟ ما انت عرفت انه متفبرك وانت بقى اللي مفبركه. ما هو الواد ابراهيم ده ابو بتاعتين ريالين طلع بقى اللي بيجيب الستات لمين؟ للكهرباء اللي هو لعب عندك. محمود بقى عيب، عايزين نهدى تاني، عايزين نهدى. البلد كلها عايزه تهدى. هو انت عمال تعمل بلاغ وبعدين تعمل بلاغ. مرتضى منصور بيقول للخطيب اهدى، اللي ساكت واللي بيتشتم كل يوم هو اللي يهدى، واللي بيشتم زعلان. انا عمري ما شفت كده، انا عمري ما شفت كده يا جماعه، حرام. لا ده انتوا هتجننونا بجد، انتوا خرجتونا عن الواقع والمنطق. يعني انا دلوقتي امسك طوب وافضل اضرب في الناس بالطوب واقول لهم تعالوا اهدوا، انتوا ايه اللي بتعملوه وانا اللي بضربهم؟ ادي مرتضى بيعمل كده بالظبط، ان هو يضرب الناس ويشتم الناس ويبهدل الناس ويلقي تهم بالكذب على كابتن محمود الخطيب ان هو المفبرك الفيديو. يا حبيبي الفيديو حقيقي، الفيديو مش مفبرك، الفيديو انت قالل ادبك. طب بصوا يا جماعه، انا هقول لكم على حاجه. مرتضى منصور قال للخطيب هجيب امك يا خطيب، وقال لمحمود طاهر هجيب امك يا محمود طاهر في الاعلام في التلفزيون قدام الناس. ما بالكم هو والاعضاء بيشتم وبيقل ادبه، ومرتضى في قله الادب والوساخه ما جابتوش ولاده زي ما بيقولوا. كابتن خطيب بيطرق السبل. خلاص دلوقتي بص، احذر الحليم اذا غضب. لو كابتن خطيب صبره نفذ هيقلب لك حياتك في قناه النادي الاهلي، هيخلي لك قناه النادي الاهلي دي منبر لضرب الرصاص في كل زملكاوي وفي اعلامك الفاسد ده. فلو الخطيب يعني صبره خلص ونفذ مش هيسيب مرتضى في حاله. انا عايز اقول حاجه بس، مرتضى بيكذب الكذبه وبيصدقها، والمعرصين الاربعه دول اللي واقفين قدامه قاعدين قدامه عارفين ان هو كذاب وبيكذب، بس ده اكل عيش. بس يا جماعه الواحد لما يخسر نفسه هيستفاد ايه؟ ده بيخسر نفسه وبيته وكرامته وكل حاجه. ده دلوقتي شخط في الجوالي شخطه انا ما اشخطهاش في طفل صغير، انا ما رضاش اشخطها فيه عشان كرامه الطفل. تخيل بقى انا بعمل كرامه للطفل، لكن كرامه العيال دي مستباحه بالنسبه له، لان دول مرتزقه بياخدوا اجورهم من جيبه. فكل واحد فيهم يلبد لما مرتضى يتكلم او يقول جمله.
فمرتضى مش عاجبه الكابتن الخطيب انه بيقدم مذكره بيقول له اهدى يا خطيب، انت اللي مفبرك الفيديو. فيديو مين اللي متفبرك؟ الشتيمه وقله الادب وصوتك. طب ما نخلي الجهات المختصه هي اللي تقول الفيديو متفبرك، نخلي الجهات المختصه هي اللي تقول اذا كان ده سليم ولا لا. تطلع الدوله تطلع لنا بيان ده صوت مرتضى او مش صوت مرتضى، واحنا راضيين بالنتيجه، بس نسمع النتيجه. انما المذكره تترمي في الدولاب ولا في الدرج ومحدش يسال، لا ده ما ينفعش. نكمل. وتنشره، تعمل بيان وتنشره، هو انت عايز تشوشر عليا وخلاص؟ انا مش فاهم. اذا كان يا ابن الحلال احسب عندك 15 مليون و10 يبقوا 25 مليون، اضرب في 16 و10 بس يبقوا كام؟ حد يضربهم لي بسرعه كده. تخش على نص مليار. 25 مليون دولار. اضرب بقى يا سيدي 25 مليون واطرح منهم 6، حط عليهم موزه واطرح منهم 400 مليون يطلعوا كام؟ 400 مليون نص اطرح مليار، منهم موزه وحط عليهم تميم. نص مليار. نص مليار وعلى جسمتي يا محمود. في ايه؟ عايزين نهدى، عايزين بجد نشوف شغلنا. مرتضى بيقول لكابتن الخطيب اللي ما بيتكلمش وما بيعملش اي حاجه اهدى عايزين نشوف شغلنا، انما انت تطلع تشتم في كل الناس وما حدش يقول لك انت بتعمل ايه. نكمل. احنا النهارده كان عندنا اجتماع مهم طبعا مع الاستاذ بيومي واللجنه بتاعته، خلاص قربوا يخلصوا المذكره اللي رايحه للمحكمه الرياضيه الدوليه والفيفا. هو ده الموضوع يا ريس اللي عامل هو ده الموضوع اللي مجننك. هو ده. الله، في ايه؟ هو ده الموضوع اللي مجننه. موضوع ايه اللي مجننه؟ شايفين لما يسرحوا بالواد البواب الغلبان الصغير لهبل اللي مش فاهم حاجه، بيدوهم ايحاء ان ملف نادي القرن هو اللي عامل ده كله، هو اللي خلق الموضوع ده. طب هو مرتضى مش هو اللي شتم في الفيديو؟ طيب هل مثلا حد عاقل يسجل صوت مرتضى وهو بيشتمنا؟ يعني بيشتمني، يعني انا اقبل على نفسي ان انا اعمل فيديو لحد بيشتمني؟ يعني بالمنطق كده وبالعقل. وكريم ابو حسين الواد المعرض ده اهو يقول له هو ده الموضوع اللي مجننهم يا سياده المستشار، هو ده الموضوع اللي مجنننا. يا عم روح للفيفا، روح للدنيا كلها، قول لهم ان انت نادي القرن، ما حدش هيقول لك انت بتعمل ايه والله. ولو الفيفا حكم لك ان انت نادي القرن، احنا هنقول لك مبروك انتوا نادي القرن الحقيقي، واحنا هننزل اليوفط بتاعتنا لو قالوا ان نادي الزمالك نادي القرن. بس لو اكدوا ان احنا لينا الاحقيه في نادي القرن، يبقى انت كمان تنزل اليوفط بتاعتك، ومفيش كلب فيكم يتكلم على نادي القرن تاني. نكمل. النهارده اكتر من 800 بني ادم بيقدموا 6 اكتوبر، يعني ال 3000 دول يخلصوا في 3 ايام. يعني ال 3000 دول جايبين يا محمود ربع مليون دولار، ربع مليون جنيه. اضرب 30 في 80، 3 في 8 24 240 مليون. لا 3000 اكتر يا فندم. 3000 اكتر. 3000 اضربهم في 80000 يطلعوا كام؟ يعني بتتكلم في حوالي تالي 250 مليون انا قلت لك او 180 مليون. قلت ربع مليون. ربع مليار اقصد 240. اصل قلت ربع مليون فانا اول قلت طلعه يا محمود. يعني اقدر اشتري ميسي. مرتضى عايز يشتري ميسي، وتقول له بقى يا ميسي انت بتلعب هنا وتلعب هنا وتدي له بقى التعليمات بتاعتك يا كوتش. مرتضى عايز يشتري ميسي، اصل ميسي بنص مليار جنيه مصري ميسي. نكمل. اهدى يا ابني. قلت استاد السلام طلع بتاع الناس المحترمين بتوع الجيش. قلت حمام السباحه بتاع التربيه والتعليم الراجل طلع وزير التربيه والتعليم المحترم ربنا يكون في عونه شغال 24 ساعه، قال لك مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ محمد كامل طلع بالنضاره الحمراء والبتاع الحمراء والفانيلا الحمراء والبتاع الثانيه الحمراء واللي فوق كله حمراء في حمراء، وقال لك بقى عامل القناه وطلع كله فنكوش. مفيش تغيير، هو اسلام هو اسلام اللي كان هيموت يشتغل في قناه زمان. يا اسلام كنت مش اسلام صادق، اسلام الشاطر. شاطر كنت قدام مراتك، وكان ياسر قاعد وايمن حافظ قاعد واعتقد احمد جمال كان قاعد. لازم يشكك في كل الناس. ده شويه يقول لك المنيسي كان نفسه يشتغل في قناه الزمالك، والقيعي كان نفسه يشتغل في قناه الزمالك. اي حاجه بتيجي على بقه بيقولها، اي تشكيك في اي حد بيقوله، لكن حد يشكك فيه ولا في عياله؟ لا. ازاي ده حتى خالد فطوطه قبل كده قال له مرتضى يشتم كل الناس لكن حد يتكلم عليه هو؟ لا، ما حدش يتكلم عليا. فاكرين
حتى باسلوبه التهكمي ده هو كان بيتكلم على مرتضى، لكن دلوقتي خلاص مرتضى حطهم كلهم في جيبه. نكمل. قاعد هتموت تشتغل في قناه الزمان، طلعت تكلمني بقى عن الكومودينو والمقشه والمخده هتهرج في ثانيه بعت. ما كل الناس عارفه انك زملكاوي، وكل الناس عارفه ان بركات زملكاوي، وكل الناس عارفه ان رمضان صبحي زملكاوي. ما احنا عارفين مين الزملكاوي ومين الاهلاوي. وكان عندنا مجدي طلبه اهلاوي بيلعب ما عندنا عارفين، وعندنا كابتن كبير قوي ومعلم كبير قوي طلع اهلاوي. النهارده محمود بدر الدين اقسم لي جوه النادي ان هو طول عمره اهلاوي. المعلم ده طلع اهلاوي. اللي ابنه بيقول ايه بقى؟ انه كلم ابو سنيده، قال له عيب كده يا ابو سنيده. قال له لا انا ما عملتش كده، ده ام سنيده. لا مش ابو سنيده ولا ام سنيده، دي عايده اللي عملت كده يا كريم. عايده، واخد بالك؟ عايده. مش هقول لك اكتر من كده عشان انت لسه عيل تتريق على ناديك. انت زملكاوي؟ لما تقول للناس هو كان موجود هاني زاده ومحمد سكري مرتضى منصور بيقول على كابتن حسن شحاته اهلاوي. عمركم شفتوا عبط اكتر من كده؟ شفتوا هبل اكتر من كده؟ واحد تاريخ في نادي الزمالك وعلامه من علامات نادي الزمالك ودرب نادي الزمالك وكان لاعب في نادي الزمالك بيقول عليه اهلاوي، وبيقل ادبه على كريم حسن شحاته ويقول له عايده ومش عايده عشان خالته عايده رياض، وبيقل ادبه كده. بص يا مرتضى، لما يكون بيتك من ازاز ما تحدفش الناس بالطوب. كريم حسن شحاته كان هيطلع يبعبع على بيتك، بنتك ومراتك واختك، لكن قال لا انا بحترم نفسي ومش هتكلم على اسرته، بس انا عندي كلام كتير يدينه. فلما تتكلم وتقول اي شيء يدين حد، اذا كانت عايده رياض كان لها ادوار في السينما، او كانت متجوزه محرم فؤاد وكان لها قضيه ومش قضيه والكلام ده كله، مفيش حد مننا لا يخطئ، ولكن في ناس ربنا ساترها، ربنا ساتر اخطائها، وفي ناس ربنا بيطلع بعض فضايح الناس دي عشان تتعظ. ممكن الناس دي تتعظ وممكن لا. انت مش عايز تتعظ يا مرتضى ان ربنا سترك حتى الان؟ ممكن في فضايح طلعت، بس انت للاسف بتفقد كل يوم ناس بتحترمك، حتى الزملكاويه اللي بيحبوك وبيحترموك انت جعجع وقليل ادب وشتام وحلاف وكذاب وكل العبر الوحشه فيك يا مرتضى. فحاول تبقى زي انت بتقول انا بقرا قران ومع ربنا وبصلي وانا مع ربنا وربنا حميني، ربنا ايه يا راجل؟ ده ربنا بريء منك، وقراءتك في القرآن بريئة منك، وكل اللي انت بتقوله ده ملوش علاقة لا بالدين ولا بربنا ولا بحاجة. نكمل. لطيف لما كنت قاعد مجلس اداره مشيت ليه؟ ايام انا رئيس نادي عشان كنت عايز تاخد عموله في 2 لعيبه جايين من المقاولين. انت قاعد بتسرح بره، عملت ايه؟ انت مجنون؟ لازم يطلع القطط الفطسانه في اي حد. بيتكلم على كريم حسن شحاته اللي ملوش دعوه لا بصفقات ولا غيره، انه كان عايز ياخد عموله في 2 لعيبه في نادي المقاولين. ده كريم حسن شحاته كان بيلعب في نادي المقاولين وبعد كده ما كملش وبعد كده بقى مذيع. ماله ومال اللعيبه والسمسره؟ طب ما ده انت عيالك ابو السمسره يا مرتضى، بتتكلم على الراجل. نكمل. احنا عمالين نتفرج على المآذن يا احمد. بقول للاستاذ محمود الخطيب من فضلك بعد اذن سيادتك حضرتك غلطت فيا واشتركت في جريمه مكافاه مشترك فيها، ده مصمم يبقى مشترك فيها. يعني ازاي الفيديو ينزل بالليل قبل الفجر والصبح الساعه 8 البيانات معموله جاهزه؟ يبقى حضرتك معاهم وعارف. استاذ محمود من فضلك لك كل الاحترام والتقدير بعد اذن. انت كان عندك معركه مع السيد المحترم تركي الشيخ اللي كل احترام وتقدير مني، هربت وخفت واستخبيت. لا معلش، معركة النادي الأهلي ما كانتش مع تركي بنفس الوقاحة بتاعتك. لا قال أبوك ولا أمك ولا يا ابن كذا ولا يا ابن كذا. هو قال أنا هنتظر لما يبقى في مجلس له كلمة في النادي الأهلي وأتعامل مع رجال. دي حاجة. بعد كده قال أنتوا نجحتوا بفلوسي. بعد كده قال عصابة. على فكرة كل اللي عمله تركي ده حرقان من النادي الأهلي عشان النادي الأهلي ما مكنوش. تركي كان عايز يدخل يتمكن من النادي الاهلي بفلوسه، قالوا له لا، مش عايزين طيارات خاصه، مش عايزين فلوسك، مش عايزين اي حاجه منك، مش عايزينك ان انت تبقى الامر الناهي في النادي الاهلي. اتجنن شاط. ولما النادي الاهلي رد عليه من خلال سراج لما قال له يا قواد انت النار هبت فيك يا مرتضى من تحت
وفضلت تتبعبع وتقول الواد ابو شخه والواد مش عارف ايه، اتجننت. يعني النادي الاهلي اهو طلع ورد، عضو مجلس الاداره رد على مرتضى وقال له يا قواد، والدكها قال له انا ما بردش على الهلافيت، لكن ما كانش في حوار ابوك وامك ويا ابن كذا ويا اللي امك كذا. صح يا مرتضى؟ فيا ريت ما تلعبش بموضوع تركي، لان احنا عندنا رد، فسيبك من موضوع تركي ده عشان مش هيفيدك. النهارده هيطلع بقى واعمل لك مشكله كده. انا عايز البلد تهدى، وافتكرت دي غلطه منك وجهل منك وقفله ان ده نزل. يا اخي ده في واحد مش عارف بينزل ايه مكتوب الاول وده الفيديو بتاعك، يقول لي يا استاذ مرتضى، ببلغ الناس اهو قدامك بقول لهم مرتضى بيقول له ده الفيديو بتاعك، قول لهم لا. يعني هيدين نفسه، يعني هيقول ايوه هو ده. يعني بالعقل والمنطق يا ناس، انا دلوقتي هشتم حد بابوه وامه واللي جابوه واللي خلفوه، هقول ده صوتي؟ لا، هتنكر منه واقول لا مش انا، عشان ما يحكمش ويقدم للمحاكمه بتهمه السب والقذف، ودي يعني جريمه يعاقب عليها القانون، ان انت بتشتم واحد بابوه وامه واللي خلفوه، وبتشتم زوجته وبتشتم اخته وبتخوض في الشرف وفي العرض. يعني ده 100 تهمه في بعض. هيقول انت؟ لا مش هتقول انت، وبتعاتب على الخطوه وتقول انت مشترك في الجريمه. يا راجل عيب عليك، يا راجل عيب عليك، ده انت ضلالي. الناس كلها عارفه ان انت كذاب، الناس كلها عارفه ان انت ده صوتك وان انت اللي عملت كده. طالع تقول لي الخطيب هو اللي مفبرك الفيديو، هيفبرك شتيمه لنفسه؟ طب ما يفبرك شتيمه للسيسي ويوديك في داهيه، ما يفبرك شتيمه لوزير الداخليه ويوديك في داهيه. برضه حد يفبرك شتيمه لنفسه؟ والكهرباء، اشمعنى كهرباء؟ يا راجل عيب عليك. اتكلم كلام مقنع نقتنع بيه. نكمل. خلي بالك مش بتاعه، ما تنزلهوش. ربنا يستر على البلد دي. بقول للاخ محمود، يا استاذ محمود، يعني ابو حميد، طبعا انك انت لسه حدث في موضوع رئيس النادي. انا 2005 ممكن كنت بغلط، بس مش غلطات كده. مرتضى بيقول للكابتن الخطيب انت حدث في رئاسه النادي. حبيبي، كابتن محمود الخطيب كان عضو، ثم بقى نائب رئيس مع كابتن حسن حمدي، ثم رئيس بعد ولاية محمود طاهر. يا ريت حضرتك بس والزبانية بتوعك والمرتزقة بتوعك تخليكم في ناديكم وتخليكم في نفسكم. للأسف مرتضى منصور همه الوحيد يقلل من الغير ويسفه من الغير ويقل أدبه على الخصم. الفيديو لسه ممتد وكبير، بس احنا خلاص قرفنا. صوتنا للمسؤولين لازم يوصل، صوتنا للسيسي لازم يوصل، صوتنا للمسؤولين الكبار لازم يوصل. وزير الرياضة نايم في غفوة، رئيس الوزراء نايم في غفوة. معرفش بقى انا رئيس جمهورية مصر يرضى بالسفالة بتاعت مرتضى ولا لا. لو يرضى بالسفالة دي خلاص يبقى ربنا بقى ينتقم من مرتضى وينتقم من اي حد بيحمي مرتضى. لو رئيس جمهورية مصر ما يرضاش بالسفالة دي، خلاص يوضع حد لمرتضى ويحط له الكمامة اللي بتبقى على الكلاب دي، عارفينها الكمامة بتاعت الكلاب البوليسية، يحطها له عشان ما يقدرش يهوهو على الأهلوية. بشكركم شكرا جزيلا كل اخواتي الأهلوية في كل مكان. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي او هاني المرعب زي ما تحبوا، ادمن صفحة الأهلوية على الفيسبوك. لو عجبك الفيديو بتاعنا وردنا على مرتضى منصور وكلامه على النادي الاهلي والخطيب، اعمل لايك للفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناة، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الاشعارات، واختار كل الاشعارات. وما تنساش تعمل شير للفيديو بتاعنا ده على الاكاونت بتاعك، واكتب فوقيه رد قناة الاهلوية على البسكليتة بس، وخلي اصحابك الاهلاويه يدخلوا يشوفوا ردنا احنا المنطقي على مرتضى. ما هو مرتضى مش لاقي حد يرد عليه، فاحنا بنضطر نرد عليه. انا واخواتي اليوتيوبرات اللي في الفيسبوك اللي في اليوتيوب، الاستاذ علي، الاستاذ احمد اسامه، محمد فارس، كل اليوتيوبرات المحترمين الاهلاويه بيردوا عليه. انا بتشكر لكم شكرا جزيلا، وسلام عليكم.